مالك في حاجه مضايقاكي؟ هو انت ليه مش عايزه تروحي المدرسه؟ مش عايزه اروح المدرسه دي تاني، انا ما عنديش صحاب هناك. في الوقت ده بنحتاج نبقى اصحابهم مش اهلهم، ونسيب لهم مساحه انهم يبقوا لوحدهم لو هم حابين كده في الوقت ده، وبعد كده نبتدي نتكلم معاهم بالراحه، واهم حاجه نحتويهم. ازاي بقى؟ زي ان احنا نقول لهم ان فعلا الاحساس ده ان انت تبقى لوحدك في المدرسه اكيد حاجه بتضايق، بس تعالى نتكلم مع بعض بالراحه سنه كده في الحته دي. خلينا نفهم منهم ايه السبب ان هم ما عندهمش صحاب. هل هم مش بيبادروا ان هم يروحوا يتعرفوا على الناس، ولا لما بيروحوا محدش بيبقى عايز يلعب معاهم او يبقى صاحبهم؟ فممكن اسال بنتي، هو انت جربتي تروحي في البريك مثلا تساليها ان هي تيجي تلعب معاكي؟ وعلى حسب الاجابه هنعرف نرد ازاي. لو هي ما راحتش فاحنا محتاجين هنا بقى نشجعها ان هي تروح تبادر وتبتدي تتعرف على الناس اللي شبهها. بس لو هي جربت وما نفعش يبقى انا محتاجه هنا اقول لها ان اكيد مش هم دول اللي كانوا هيبقوا اصحابك، والاحسن ان احنا نختار ناس تانية يبقى انا مبسوطه في وسطهم وهم كمان مبسوطين معايا. بس خلينا حاطين في دماغنا ان ممكن يكون في تصرف اولادنا بيعملوه هو اللي باعد الناس عنهم، زي مثلا ان هو ممكن يكون بيتعصب عليهم او بيكلموا بطريقه رخمه لو هم عايزين يعملوا حاجه هو مش عايز يعملها، فساعتها بقى محتاجين نشتغل معاه بس على السلوك ده. سؤال حلو قوي اتسال، ازاي اعرف ان ابني او بنتي في تصرف منهم هو اللي بيبعد الناس عنهم؟ اول حاجه ممكن نركز فيها قوي هو ازاي بيتصرفوا مع اخواتهم او قرايبهم، وردود فعلهم بتبقى عامله ازاي. وانا بشجع ان برضو ممكن تروحي تسالي المدرسه مثلا هو اخباره ايه في المدرسه، او هي اخبارها ايه في تعاملاتها كده مع اصحابها، من غير ما تلمحي على اي حاجه، فساعتها هيجي لنا هنس ونعرف ايه التصرف وازاي اساعدهم بيها.